السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء بداية من أمسية اليوم إن شاء الله. دخول اضطراب جوي أطلسي المنشأ بداية من الواجهة الغربية، حيث مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الأول عن زخات مطرية التي ستزداد غزارة إن شاء الله بداية من الأمسية على الواجهة الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات، خاصة على الواجهة الساحلية أين ننتظر أمطار إن شاء الله شكل زخات رعدية مع هبوب رياح قوية على الواجهة الغربية. احتمال كذلك لتساقط الثلوج على القمم الجبلية الغربية التي يفوق علوها 1400 متر، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الأمسية لتلتحق الأمطار الرعدية خلال الليل على الواجهة الساحلية الوسطى. بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الواجهة الشرقية، كذلك على منطقة الواحات مع هبوب رياح قوية على كل من شمال الصحراء، صحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، مع زوابع رملية نشيطة على كل هذه المناطق. للإشارة فقط رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب، كذلك الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة تبقى فصلية على المناطق الشمالية، تنخفض على الهضاب لتقارب 13 درجة، ننتظر 19 درجة على العاصمة، 23 درجة على بشار، 33 درجة على كل من تمرست حتى على ولاية جنات، ترتفع على الصحراء الوسطى كذلك ولاية إليزي حتى على أقصى الجنوب مقاييس ما بين 35 لترتفع لغاية 42 درجة على برج باجي مختار. أما خلال الليل إن شاء الله درجتين فقط، طقس بارد على الهضاب على البيض والنعامة، 4 درجات على الجلفة الغواط حتى على ولاية تيارت، مقاييس ما بين 10 درجات إلى غاية 12 درجة على طول الشريط الساحلي، تقريبا نفس المقياس على الجنوب الغربي من 20 درجة، وهذا كان مقياس على ولاية إليزي حتى على ولاية برج باجي مختار، ل 20 درجة على أدرار وتيميمون، ترتفع لغاية 27 درجة على إن صلاح، بينما لن تتعدى 21 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. البحر خلال أمسية اليوم سيبقى كثير الهيجان على الواجهة الغربية. للإشارة فقط هناك تنبيه من درجة ثانية عن هبوب رياح قوية وكذلك أمواج عالية على الواجهة الغربية. بحر مضطرب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح معتدلة شرقا لكن ستشتد خلال أواخر النهار على الواجهة الغربية ضمن تيارات غربية تماما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. أما عن وقت الغروب لنهار اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله دقيقتين ولكن بعد 7 مساء. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.